قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. انت هتتكلمي عن ايه يا ام محمد؟ انا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول موضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يرحمك يا شهد وينور قبرك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، انت وامواتنا واموات المسلمين. وربنا يشفيكي يا ام نواف ويشفي كل مريض، وربنا يشفيكي يا ام اماني ويشفي كل مريض، وربنا يشفيكي يا حاجه مريم ويشفي كل مريض، وربنا يشفيكي يا دكتوره ملك ويشفي كل مريض. ويا رب يا رب اسمع خير عن علا وشمريه حبيبه قلبي واطمن عليهم. طبعا كلنا شايفين مهزله بمعنى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لخبطونا منكم لله. مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عمري ما شفت جلسة بتتعمل على جزئين كأنها يا ولاد مسلسل، أو كأنها فيلم من جزئين، أو كأنها فيلم هندي أو مسلسل هندي أو فيلم تركي. هيبقى فيلم ايه؟ فيلم ولاد أبو زهية، أو الجلسة العرفية بتاع زهية وحلمية. للأسف الشديد، للأسف الشديد انتم يعني أنا مش شايفة مصداقية في الجلسة دي. أنا عن نفسي مش شايفة أي مصداقية في الجلسة دي. الجلسة دي للأسف الشديد نصفت زاهية، ما نصفتش حلمية ولا نصفت بنتها اللي ليها حق ما يعادلهوش اي حق. واحنا ما فيش حد، احنا كمتابعين قبل ما نكون اصحاب قنوات، احنا كمتابعين او كقنوات مناصرة لحلمية او واقفة في جنبها، محدش له كلمة علينا، لا حلمية ولا غير حلمية. علشان لو شيلتوا الليلة الحلمية احنا مش مسؤولين، احنا قنوات نقد ولنا رأينا من دماغنا، وهنتكلم في اي مواضيع، في اي مواضيع احنا عايزينها بكل ادب وبكل احترام. الليلة دي يا حلمية محدش طلع خسران فيها الا انت وولادك. اتبهدلتي واتهنتي، وابنك كان معرض ان يندفع له عليه 100,000 جنيه علشان يتقبض عليه ويجي يتسجن 3 سنين، والاخر اسمع ان طارق رايح جاي مع محمد، رايح جاي مع محمد. ان شاء الله النهاية هتبقى للأسف الشديد بسبب محمد. المفروض ان البني ادم فينا يتعلم من اخطائه، المفروض ان البني ادم فينا يتعلم من اخطائه. كانت قبل كده عايزة تشتري الشيك بتاع العربية ب500,000 جنيه علشان تمسك روحكم في ايدها. الوقت رايحين تعملوا ورق، اي نعم ممكن تعملوا ورق لكم انتوا الاتنين، بس اللي خلى الجلسة تتقلب من النقيض للنقيض، من الحق للباطل ومن الباطل للحق، هيخلي برضو اللي معاهم الشيكات بسم الله ما شاء الله برضو تتباع الشيكات، وترجعي انت في خبر كان
انت وابنك يا حلمية، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى هنفضل شايلين الهم كده كتير على طول بسببكم. لا انتوا هاينين علينا نسيبكم، ولا هاين علينا نتفرج عليكم وانتوا بتتأذوا. المفروض حقكم كان بالقانون. القعدة عملت ايه؟ خلي الحق اللي خلي الغلط اللي بينك وبين حلمية وبين زاهية يبقى باطة على رأي اللي بيقولها، او التعادل. بس حق نرمين لوحده المفروض كان يبقى تمنه كبير قوي قوي قوي، لان ده شرف، ده عرض. راجل عامل لي بيصلي وعارف ربنا اشتراه ودفع فيه 8000 جنيه او مبلغ ما اللي دفعه. راجل المفروض انه بيصلي ما بيسيبش ولا ركعة. بس انت عارف انت عملت كده ليه يا عبده؟ علشان انت ما عندكش ولية، ولو عندك بنت ما كنتش عملت كده. عارف انتوا دورتوا على ان كنتم تحلوا المشكلة دي عشان نسوان ولادكم او حريم ولادكم، مش عشان خاطر السواد ان انتوا تعيشوا في امان وكده. لا، لو ما كانش في نسوان ولاد كنت هتفضلوا كده. للأسف الشديد انتوا ما بتحبوش الا نفسكم، وانتوا ظلمتوا نرمين. بس هي موافقة، هي وامها على ظلمهم، براحتهم بقى يتظلموا براحتهم. احنا لنا ان احنا ايه نبارك لهم على اللي هم عايزين يمشوا فيه. عايزين يعيشوا مظلومين ادينها معاهم، عايزين يعيشوا على اي اتجاه تاني احنا معاهم، لان احنا بنحبهم قلبا وقالبا، ومعاهم قلبا وقالبا في الحلو والمرة زي ما قلنا لكم. بس انصح اخاك، يعني هقول ايه، بس نسيت العبارة والله. يعني الواجب علينا اننا ننصحهم ونقول لهم ما ينفعش، واستوب هنا او امشوا هنا. المفروض ان كنتم تكونوا عارفين مصلحة نفسكم. اضعف الايمان كنت خدت حقكم بالقانون وجيتوا برضو كل واحد في محتواه. ايه المشكلة؟ لكن احنا عارفين ان القعدات العرفية بتتبطط، احنا عارفين ان القعدات العرفية بتتبرطل ومفيش فيها انصاف ومفيش فيها عدل. انت يا عبده كنت كل يوم، اديني بدلعك اهو، ما بقولش القرموطي ولا بقول منار، كنت كل يوم رايح جاي على بيت شيخ البلد. رايح فين؟ رايح لشيخ البلد. جاي منين؟ جاي من عند شيخ البلد. انما الدسوقي غلبان، من الدار للغيط ومن الغيط للدار، ولا راح لشيخ البلد ولا برطل مع شيخ البلد في حاجة ولا اي حاجة خالص. الراجل مسلم امره لله. فتأكد يا عبد المجيد ان اخرتك ربنا لوحده هيعلمها هتبقى ايه، لانك تعتبر شاركت في سب عرض ولية، ويا ريتها غريبة منكم يا موكوس، ده تعتبر اخت ولادك. انا مش عارفة ضميركم فين، عقلكم فين، علشان مجرد ان كنتم على خلاف مع حلمية تسبوا عرض بنته علشان تتخاض عليكم. يا سبحان الله، يا سبحان الله. ده انتوا هتشوفوا كتير قوي قوي قوي. ما تقولوش ان الظلم كده يعني هيعدي كده عند ربنا. لا، ربنا برضو هياخد وهيقتص حق نرمين واخوها منكم، حتى لو هم كانوا اضطروا للقعده واللي ان الموضوع ينتهي علشان خاطر نرمين ترجع لبيتها ولولادها. للأسف الشديد، للأسف الشديد الخسران برضو في الليلة ديت نرمين. المشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده والصد والرد والهم ده كله، كانت ضحية الوحيدة نرمين، وضحية القعدة برضو نرمين، عشان نرمين هي اللي ليها الحق الكبير، هي اللي لها نصيب الأسد في الحق. ومع ذلك طلع الحق فسكون يا جماعة، طلع الحق نطاح. لا توزوزوا فإن الحق نطاح. للأسف الشديد الخروف والوزة، الخروف والوزة يا ولاد.
للأسف الشديد الخروف والوزة بقت القعدة العرفية عبارة عن خروف ووزة، خروف ووزة للأسف الشديد. الصلح يبقى صلح امتى؟ لما يقوم على العدل. حلمية غلطت في كذا، انت غلطت في كذا يا حلمية، ولك ان انت تعملي كذا علشان نوقف الغلط ده، وانت غلطت في كذا يا زاهية وعليكي كذا، وانت يا نرمين حقك كذا من خالتك. بقى عقوبة اللي عملته زاهية في بنت اختها من 3 سنين ل7 سنين، وشيخ البلد يطلع الحق كده التعادل 1-1. طب هيروحوا كاس العالم امتى؟ التعادل هم 1. هنشوف النقاط بقى. اعتقد ان النقاط اكتر عند زهزه، وهتروح تلعب في كاس العالم هي وعبد المجيد والشل والقنوات بقى والعيال والدنيا. شر البلية ما يضحك، والله العظيم شر البلية ما يضحك. انا مش عارفة ازاي اللي يقولك حلمية ارغمت عشان خاطر ولادها، ابنها وحيد وماسكينها من ايد اللي بتوجعها عشان بنتها وعشان حياتها. انا ممكن اصدقكم في الحتة دي. هي وقلب واللي استغل انها ملهوفة على ولادها وحياة ولادها وبيلوي دراعها بيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل، لان الظلم ظلمات وحرام عليكم. هتدور الدنيا برضو وهتلاقي اللي يظلمكم، صدقوني هتدور الدايرة وهتلاقوا اللي يظلمكم. انتوا ازاي كده؟ ازاي قابلين على نفسكم كده؟ يعني القعدة العرفية اللي كانت بتجيب حق الغلبان والفقير والمنكسر واللي ملوش علاقات كتيرة، بقت هي الوقت الأداة اللي بتخنقه وبتسئله كمان. يعني بدل ما تكون أداة إنصاف للمظلوم، بقت أداة لخنقته ولتعذيبه. الناس بتضرب كف على كف، لأننا شفنا بسات ديت وشفنا بسات دي، وشفنا كلام ديت وكلام دي، وكنا عارفين ومتأكدين إن حلمية لها الحق كبير جدا جدا، ومع ذلك كنا بنقول لها بلاش القعدة، عشان احنا عارفين إن القعدات خلاص يا جماعة عفى عليها الزمن وعدد بتتبرطل. ما عادش حد زي زمان. كانوا زمان القعدات بتحكم حكم، يعني حكم، وكانت بتقول لي ده غلطان انت غلطان، وكمان كانت بتعمل خليه يدفع غرامة مالية نتيجة غلطه. لكن الوقت القعدة في حالة زاهية وحلمية عملت ايه؟ قالت الاتنين زي بعض. ازاي يا ناس؟ ده في سب عرض، وفي تشويه سمعة، وفي فبركة سكرينات، وفيه شيرة سكرينات، وفيه نشر سكرينات، ودي بنت اختها اللي بنتها. يعني حاجة كبيرة قوي. ده جريمة يعاقب عليها القانون. هنقول ايه يا ولاد؟ خططوا لخطف طارق ودفع 100,000 جنيه. كانوا عايزين يشتروا الشيك بتاع العربية علشان يخلوه تحت ايدهم ويضغطوا عليه هو وامه. لسه ايه ما عملتهوش يا داهية؟ قولولي كده لسه ايه ما عملتهوش؟ على النقيض بقى وريني بقى انا حلمية عملت ايه. حلمية بقت تسكت وبقت تطلع تقول تبعبع بكلمتين، بس ما كانتش بتسب عد ولا كانت بتعمل حاجة، باستثناء الفيديو الاخير، البث الاخير هي غلطت فيه فعلا. لكن للأسف الشديد انت لعبتيها صح يا ام الدواء، وبالاكتر الحاج عبده لعبها صح. اشتغل قياس وبقى يقيس المسافة اللي بينه وبين بيت شيخ البلد، رايح جاي اسبوع يا مسكين، رايح جاي رايح وملا ودان الراجل بكلام كتير او زغطه بقى، الله اعلم، محدش عارف. انما فضل اسبوع سليم والدق
وتضيع على الودان امر من السحر، ولا بيقولوا عليها ايه. للاسف الشديد ضاعت الحقوق في الزمن اللي ما فيهوش حقوق وما فيش عاد قيمه للقعدات العرفيه. رساله بقى والدرس المستفاد من الفيديو ده، يا جماعه ما فيش حاجه اسمها قعدات عرفيه في الزمن اللي احنا فيه ده. لو سمحتم اللي ليه شيء مظلوم فيه ياخد حقه بالقانون، وربنا يصلح الحال ويهدي الأحوال.